الحقيقه ان الكابتن حلمي طولان ولاعيبته قدموا مباراه تكتيكيه على مستوى رفيع جدا. لعيبه منتخب مصر كانت منتشره انتشار كويس قوي في الشوط الاول، الفريق كان بينقل الكره بشكل كويس، كان مستحوذ على الجيم، كان عندنا هيمنه على الملعب خصوصا في الشوط الاولاني، ولكن كان ينقصنا فقط الثلث الهجومي. الحقيقه يا جماعه محمد شريف قدم واحده من اسوأ المباريات اللي بيقدمها خصوصا في الفتره الاخيره. يعني شريف اصلا اللي بيتحرك كويس وبيفنش كويس ما كانش فيه الكلام، ما كانش فيه منه خالص خالص. اتحطت له واحده ممتازه من اكرم توفيق بعد عمل وثرو باص عالي من عمرو السوليه، حطها له اكرم هو الجون. يا راجل املى وش رجلك اليمين، يا راجل العب بدماغك، يا راجل استلم على صدرك وحطها جون. مفيش، لعبها بشكل عجيب، قلشها بشكل عجيب برجله الشمال. احنا يا جماعه مشكلتنا كانت واضحه وضوح الشمس، احنا كنا بنتدرج بالكوره من قلب الدفاع لنص الملعب بشكل كويس قوي، نيجي عند ثلث الملعب الاخير مشكله، بنوصل من على الاطراف بكذا واحده من اسلام عيسى اللي الحقيقه قدم ماتش كويس قوي. اسلام عيسى يمكن من احسن لعيبه المنتخب النهارده، وكذلك برضو مصطفى سعد عدى بكذا واحده هو واكرم، ولكن مفيش عمق هجومي اطلاقا. محمد شريف نايم بين قلبين الدفاع منتخب الكويت، وكذا كوره نروح بيها من على الاطراف وما يكونش فيه عمق هجومي في الملعب. على النقيض حصل في الشوط الثاني لما نزل مروان حمدي، لما ادرك الكابتن حلمي طولان ان احنا عندنا مشكله وان شريف مش في المود خالص، ونزل مروان حمدي الراجل اللي خلق لينا عمق في الملعب، بقى بيشترك مع كل كره عاليه، بقى بيلعب على الارض، قدر ان هو يجيب ضربه جزاء ويتسبب في طرد حارس الكويت.